تخيل تصحى يوم من النوم تبص في المراية، تلاقي وشك أنحف، بشرتك صافية وبتلمع، طاقتك أعلى، وشهيتك بقت شبه مختفية. وكل ده حصل بس عشان بطلت سكر مضاف لمدة 30 يوم. مبالغ فيه ولا قريب من الحقيقة؟ الحقيقة إن جسمك بيتغير أسرع بكتير مما تتخيل، واللي هيحصل ممكن يفاجئك فعلا. تعال أقولك بالتفصيل إيه اللي بيحصل لما تبطل السكر المضاف شهر كامل. مش دايت، مش حرمان، ومش قطع كربوهيدرات، بس سكر مضاف. والتحولات صادمة. الأسبوع الأول مرحلة السحب. أول 3 ل7 أيام دول أصعب فترة. هتحس بتعب، عصبية، ورغبة مجنونة في الحلويات. ليه؟ عشان السكر بيشتغل زي زر الدوبامين، والمخ فجأة مش لاقي الجرعة اللي متعود عليها. بس الخبر الحلو، آخر الأسبوع الأول سكر الدم يبدأ يظبط، مزاجك يهدى، والرغبة الشديدة تقل. جسمك بدأ يفصل اعتماده على السكر. الأسبوع التاني طاقة أعلى وانتفاخ أقل. عند يوم 14 السحر بيبدأ. طاقتك تعلى بدل ما تقع، ومفيش الخبطة اللي بعد الظهر. بطنك تبدأ تهدى ووشك يقل انتفاخه. ليه؟ لأن السكر بيزود الالتهابات، ولما توقفه جسمك بيهدى وبيبدأ يحرق دهون مخزنة بدل الطاقة السريعة. هتحس بخفة من جوه وبره. الأسبوع الثالث بشرة أحلى ودهون أقل. عند يوم 21 هتلاحظ فرق في بشرتك، أنظف، أنعم وأفتح. السكر بيكسر الكولاجين، ولما تبطله بشرتك بتستعيد نفسها. كمان ده الوقت اللي الدهون تبدأ تبان وهي بتنزل. وسرك يشد، خدودك تحد، وهدوبك تبقى أوسع شوية. دي مرحلة الإصلاح الحقيقي للجسم. يوم 30 هنا التحول الكبير. جسمك أخف، دماغك أصفى، نومك أعمق، وهضمك أحسن. والأهم، رغبتك في السكر شبه مختفية. وكمان حاسة التذوق عندك بتتغير. الفاكهة بقت أحلى، والأكل الصحي بقى مرضي. ساعتها هتحس إنك مش تحت سيطرة السكر، أنت اللي بتتحكم. سترونج. لو عايز طاقة أعلى، بشرة أحسن، تركيز أقوى، ونزول أسرع في الدهون، جرب 30 يوم بدون سكر مضاف. جسمك هيشكرك، وممكن ما تحبش ترجع له تاني.